ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. وحشتوني كتير كتير. يلا بينا هنعمل توتوريال جديد للعيون باللون الازرق، اللي كنت نزلت الصور بتاعته على الانستجرام في ريل كده. طبعا اللي مش متابعني هناك يروح يتابعني هناك، عشان هناك بنعمل حاجات حلوة كتير وبنضحك وبنهزر كتير. وطبعا انا هنا عملت حواجبي عشان ما اخدش من وقتكم كتير. انا كنت عملت حواجبي في كذا فيديو قبل كده، واستخدمت القلم بتاع شي جلام الدرجة بتاعته شوكليت. وطبعا ثبت الحواجب بالواكس، وخدت سولوتيب ولزقته على جنب العين عشان اقدر اشتغل في العين براحتي. وخدت الباودر بتاعت فيتمي الدرجة بتاعتها شفافة اللي هي ترانسلوسنت، وفرشة كده فلافي، وثبت تحت الحاجب بعد ما وزعت طبعا كونسيلر على عيني عشان ما تطلعش اي الوان تطبع تحت الحواجب عندي وتلزق. بعد كده خدت درجة كحلي غامق كده هوت، وفرشة رفيعة انجلد، وبدأت ارسم زي وينج لاينر كده من ورا على السلوتيب، وطولته شوية كده، وبدأت زي ايه اموه فيه كده هوت لجوه، واتقله زي اكني برسم ايلاينر بالظبط. وطبعا خدت فرشة بنسل، وبدأت طبعا تقلت في اللون شوية، وبدأت بالفرشة البنسل اموه اللون كده لجوه شوية بشوية. بفضل اموه في اللون لحد ما اخد التلت الاخير كله من العين وانا بموه في اللون بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده اخدت منديل ومسحت كل الزيادات بتاعه اللون الغامق، واخدت درجة ازرق فاتح شوية علشان اعمل تدريجة باللون الازرق، وحطيتها فوق الكحلي على اطراف اللون الكحلي. وبرضو ابتدي اموه في اللون وادمج ما بين اللونين. طبعا اللي اعمله في العين دي اعمله في العين التانية عشان ما انساش الخطوات. طبعا مسحت بقى الفرشة من كل الالوان والاي شادو كله، وبدأت اموه وادمج ما بين اللونين. وخدت فرشة فاضية بتاع دمج فلافي ما فيهاش اي حاجة، وبدأت ادمج في اللون وادخله على جوه لحد نص العين كده شوية بشوية، لحد ما بقى اللون متموه كده. واخدت فرشه بتاعت كات كريس وكونسيلر الايجير الدرجه بتاعته يلو، وبدات اعمل زي هاف كات كريس من بدايه العين علشان لما اجي احط اللون الفاتح يبقى محطوط على ارضيه نظيفه. بقطع الكات كريس لحد التلت الاولاني بس من العين، علشان انا هحط اللون الفاتح على الجزئيه اللي من قدام بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب البيوتي بلندر بتاعتي وابتدي ادمج وامسح اي زياده. هو طبعا انا ما حطيتش كتير، بس طبعا أنا لازم ادمجه علشان خاطر ما يبقاش فيه حاجه مكلكعه. وطبعا جبت اي شادو ابيض شيمر كده، وبدات احطه على الكونسيلر اللي انا حطيته. بمشي على نفس الرسمه اللي انا قطعتها بالكونسيلر بنفس المكان بالاي شادو نفس الشكل كده. بعد كده خدت لون بني على فرشة فلافي بتاع الدمج بقى، وبدأت ان انا احط زي لون انتقالي من فوق خالص كده، اللي هو بيفصل ما بين الازرق وما بين الحواجب، يعني عشان يبقى فيه زي ماتش كده ما بين الالوان. يعني مينفعش اسيب الحته دي لونها ابيض ولا طبعا ينفع اموهها بالازرق، فلازم احط لون كده انتقالي على فاتح. وهنا بدأت اموه ما بين او ادمج ما بين اللونين، يعني بعد ما حطيت اللون الشمر بدأت اموه ما بين اللونين كده عشان يخشوا في بعضيهم وميبقاش فيه زي قطعة حادة باينة. هنا كنت مندمجة وانا بسمع اغاني وقلت اعمل دمجة اخيرة كده هوت للون الانتقالي علشان خاطر الالوان تبقى مدموجة مظبوطة. ده بقى الشكل النهائي. ويلا بقى نشيل حنا الان بقى اللي هي اللحظة المنتظرة اللي بتشيلي فيها بقى السلوتيب، بيبقى المنظر حاد وشارب وجميل. يعني انا بحب دايما احط لزقة بتخليلي الاي شادو مظبوط في حتة تانية خالص. بعد كده استخدمت الكونسيلر بتاع ميبلين درجة اغمق مني
درجتين كده عشان نكنسل اي غوامق تحت العينين. انا ما عنديش هالات يعني، بس اللي هو ايه اي حاجه غامقه نكنسلها علشان يبقى تحت العين شكله حلو. طبعا البيوتي بلندر بتاعتك بتبقى مغسوله ومعصوره كويس، يعني ما فيهاش ولا نقطه ميه، وادمجي كويس. خلي بالك ان الكونسيلر بتاع ميبلين بينشف بسرعه، يعني لما تحطيه ادمجيه على طول، ما تستنيش عليه ينشف لان ممكن يقف معاكي. وده درجه لوني بقى علشان خاطر تبقى افتح شويه من الدرجه الغامقه. وبدات اوزعها على كل الاماكن اللي فيها غوامق في وشي كده اهوت، عشان انا اصلا مش بحب احط فاونديشن، فانا يكفيني انا الكونسيلر بس كده بنقط على خفيف كده، بوزعه على وشي كله عشان ميبقاش على وشي فيه طبقات كتير. طبعا بدمج بسرعه علشان الكونسيلر بينشف بسرعه. وبرده لو نشف منك مفيش اي مشكله خالص، بتجيبي اي فيكس سبراي بترشيه على البيوتي بلندر بتاعتك وتبدأي تدمجي. هتلاقي الكونسيلر اي حاجه نشفت منك هتلاقيها طريت معاكي، يعني مش هتلاقيه محجر معاكي ومش مش ماشي معاكي، لا الفيكس بيظبط كل حاجه. طبعا انا هنا بدمج النقط اللي انا حطيتها في الكونسيلر الاول طبعا عشان زي ما قلت لكم ما تنشفش مني، وبعد كده بمشي على وشي كله بالبواقي اللي في البيوتي بلندر علشان طبعا ما يبقاش فيه حتت فيها لون ولون يعني. بعد ما خلصت بقى جبت الباليت بتاعه روبي روز بتاعه البلاشر، واخترت منها درجه كده هوت على اورنج غامق بالفرشه بتاعه البلاشر بتاعتي بتبقى كابوكي عشان ده بلاشر كريمي. بدأت بقى احط كده على عظمة الخد كده، وطبعا بالباف سبونش بتاعتي والباودر بتاعت ميبلين اللي انا استخدمتها في تثبيت الحواجب في البداية، وبدأت اثبت تحت عيني. ودي ثبتي حبة بحبة لحد ما تتأكدي ان تحت العين ثبت كله. بعد كده خدت الباودر بتاعت كريولان وبدأت اثبت وشي كله علشان هي على اصفر، فعلشان تبقى ماشية مع درجة الكونسيلر. طبعا بتمشي بالباودر على الحتت اللي بتزيت معاكي، يعني مثلا ناحية الانف، مثلا عند الجبهة، عشان انا طبعا بشرتي دهنية، فبتقعدي تقيلي في الحتت اللي فيها زيوت او دهون بتطلع من الوش. بعد كده خدت قلم كحل ابيض كنت جايباه جديد من شيجلام، وطبعا ده اول مره اجربه معاكم. هو القلم حلو بس يعني فيه احسن منه، بس هو القلم مش وحش. وحطيت كده تحت عيني كحل ابيض، ونزلت بيه شويه على خط الرموش من تحت كده، بحيث ان انا ايه يعني ابين اللون. يعني هو طري وبيمشي وكل حاجه، بس يعني في حاجات احسن منه. وجبت فرشة انجلد بقى باللون الكحلي اللي انا بدأت بيه في الاول خالص، وبدأت ايه زي اثبت تحت الكحل الابيض واعمل زي فتحة للعين من الاخر. بعمل زي خط خفيف كده بحيث ان انا اثبت الكحل عشان ما يسحش، وفي نفس الوقت بحدد باللون الكحلي تحت العينين بالشكل ده. بعد كده جبت الفرشة البنسل بتاعتي، وبالدرجة اللي هي الازرق الفاتح برضو بدأت اموه اللون الكحلي اللي انا حطيته. اموه وانزل تحت العين شويه كده اهوت، وبالذات الحركه دي بتبقى حلوه جدا، بتوسع العين، وفي نفس الوقت لو انت عندك مثلا اي تجاعيد من تحت بتداريها. وبالقلم الكحل بقى جيت عند الفتحه اللي انا عملتها دي، وبدات ان انا ايه زي انورها شويه باللون الابيض بالكحل، وبعد كده بدات اثبت الكحل دوت باي شادو ابيض علشان خاطر برضو ما يسيحش معايا ويبقى شكله حلو بالشكل ده كده. بعد كده جبت الماسكارا بتاعت بورجوا اللي هي الاي تويست، وبدات احط طبقه كده من الماسكارا، بس ما حطيتش طبقه كبيره عشان انا كده هحط رموش.
وطبعا تخلي بالك وانت بتحطي الماسكارا من تحت عشان ما تجيش على الكحل الابيض. وعملت مدمع للعين، وجبت زي جليتر ازرق وحطيته تحت المدمع بتاع العين في البدايه كده. وجبت الرموش بتاعه شي جلام دي برضو كنت جايباها جديد. الحاجات دي كلها انا كنت وريتها لكم على الانستجرام، عشان كده بقول لكم اللي مش مع عندي فايته كتير. وركبتها، بس ركبتها بلزق كنت جايبها من شي جلام بس ما عجبنيش. ودي طبعا البلاشر بتاعت الاير جيرل الباودر، خدته وبدات ان انا اثبت كده او اتقل البلاشر اللي حطيته كريمي. لزق الرموش اللي انا بقول لكم عليه بتاع شي جلام انا مش عارفه بقى، انا مش فاهماه ولا هو اللي مش حلو، بس يعني هو غلبني بصراحه على ما لزقت الرموش. حتى برضو الرموش يعتبر ما لزقتش كويس معايا. هو بصراحه لا يعلى في لزق الرموش عن دو ولانيل، بس انا بستخدم اكتر دو. هنا حددت شفايفي بقلم بني، واستخدمت الجلوس بتاع ميبلين اللي هو الليب ليفتر، الدرجه بتاعته تقريبا 0.3 او 0.4 مش فاكره قوي، بس هو بيدي لون على خفيف كده. وده الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، وهستنى رايكم في الكومنتس، واستنوني فيديو جديد ومفيد مع نوني.